Welcome to my channel beauty. أنا ليرو و my channel is smile with ليرو. والنهاردة قررت أعمل لكم فيديو جديد وهو ماذا يوجد في حقيبتي. عامة أنا أصلا بغير الشنطة بتاعتي من فترة لفترة، بس باتش حرفيا على شنطة واحدة بس الحاجة اللي جواها نفس هي. فخلينا نبدأ الفيديو بما اني بجد بقالي فترة طويلة قوي غايبة عنكم، بجد حاسة اني بقالي فترة ما وقفتش كده قدام الكاميرا وقلت هاي. بجد انا عايزة اقولكم ان انا عدت الحتة دي بجد فوق المليون مرة عشان بس اظبط لكم الحتة دي. فخلينا نبدأ ونشوف ايه هي الحاجة اللي في السوستة الصغيرة. عامة خلينا نشوف. اول حاجه بستخدمها هو البوك بتاعي. انا عامه اي حاجه لازم يبقى معايا فلوس عامه. فانا عايزه اصلا اقول لكم ان انا كان معايا بوك غير ده، بس حقيقي البوك التاني مش عارفه، انا حقيقي بجد مش عارفه ايه اللي حصل له. هو كان تمام وكان زي الفل وبجد كان تحفه. بعد كده بقى مش عارفه ايه اللي حصل، فلقيته بجد كله تركب عن بعض وحاجات كده راحت عن بعضها وكانت بقى وحش جدا. المهم ان انا رجعت لبوكي الصغير، لبوكي القديم، وانا كان عندي 10 سنين. دي اول حاجه في السوست الصغيره. تاني حاجه ودي من اهم الحاجات بجد اللي انا بستخدمها عامه، بوبال سان سكرين. عايزه اكلمكم عنه. بجد بوبال اكتر نوع سان سكرين انا استخدمته بجد بحبه بجد. عامه انا لما بستخدم السان سكرين ده بحس انه لا في فرق، لا انا ما اسمرتش، ما بحسش ان هو تقيل قوي على البشره، بشرتي بتمتص بسرعه. وبجد بحبه جدا. وسمعت اخر فتره انه اصلا السان سكرين بيتحط في صيف وشتاء. انا بجد ما استخدمتش الحاجه دي، بس قولوا لي لو انتوا جربتوا تعملوها. ماشي. تاني حاجه عندي هو مسك طهاره. هتقولوا لي ده يا حلا ده مش مسك طهاره. خلينا متفقين ان مسك الطهاره بيبقى لونه ابيض، اوكي، ولكن ده بقى بصوا فازلوكاتي والحاجات اللي انا بشتريها، عشان انا بجد الحاجات اللي انا بشتريها بجد متفزلكه زي ده. زيت لمسك الطهاره، اوكي. ده ريحته بقى عامله ازاي؟ ده بجد ريحته مش مسك طهاره خالص، هو ريحته بجد شبه المحلات اللي بندخلها. عارفين اي محل لما بندخله وبنلاقي كده ريحه حلوه فيه؟ هو حرفيا زي ده بالظبط. فانا بجد بحب قوي الريحه بتاعت المحلات دي. انا بجد ما كنتش عارفه، بس هو بعد كده لما بيقعد بجد بيبقى ريحته مش كده خالص، بتبقى ريحته احلى بكتير اصلا. عندي بجد من تاني الحاجات اللي بحبها وبجد ما اقدرش استغنى عنها هي زبدة الكاكاو. انا بجد عايزه اقول لكم ان انا ممكن ما اشتريش اي حاجه لبشرتي، ممكن ما اشتريش اي حاجه لشعري، ممكن ما اشتريش اصلا اي حاجه لترطيب جسمي، ممكن ما اشتريش اصلا هدوم، عادي افضل هدوم من السنه لسنه وسنتين والثلاثه والاربعه والخمسه وبجد ما انزلش اشتري هدوم. بس بجد اجيب زبدة الكاكاو. بجد زبدة الكاكاو دي انا كنت جايباها ب20 جنيه حرفيا، بس لسه بقى هنشوف زبدة الكاكاو هتتطور وهتبقى كام. بس بجد انا بحبها قوي. هو انا اصلا حطاها لو حد شايف عامه، فهي بجد بتدي لون حلو قوي وجلوي وما بحسش ان انا حاطه حاجه. بسبب اني ما بحبش الجلوسز، او بحبها يعني ساعات بحبها وساعات ما بحبهاش، بس على حسب برضو النوع اللي انتوا بتستخدموه بتستريحوا ليه. بس انا النوع اللي استخدمته بصراحه ما استريحتش ليه. وندخل بقى اخيرا على السوسته الكبيره. عايزه اقول لكم انه بجد في حاجات كتير قوي. وهي اول حاجه نبتدي بيها الشاحن. تسالونيش ليه انا باخد شاحن، بس حقيقي انا بجد لما بروح دروس او كده انا بجد موبايلي بيبقى فاصل اصلا، فبجد بروح اي درس بروح اشحنه هناك بس. فلازم ان انا احط الشاحن. هتسألوني بقى عن البتاع ده، حقيقي انا بجد مش عارفه انا عملته ليه، بس هو بجد سبيشال جدا وبجد انا بحبه وقبل كده رسمت عليه، بس هو راحت الرسمه خلاص. بس انا بجد لازم يبقى معايا شاحن عامه يعني. ايه تاني؟ بص، عندي كمان المفاتيح بتاعتي. انا بجد المفاتيح دي الدلايه اللي لسه مغيرتهاش من ساعه رمضان حرفيا. انا بجد اي حاجه لازم مناسبه بتاع او كده لازم اغيرها. فلما جه رمضان فغيرتها وبعد كده كسلت اغيرها، فقلت بقى ايه مش مشكله يعني، رمضان اللي جاي بقى نبقى نغيرها.
وطبعا احنا عارفين ان ده مش هيحصل. ما علينا. الفرشة بتاعتي، انا يا جماعة المفروض ان انا كنت اشتري واحدة شعرها طويل، بس اللي حصل ان انا اشتريت اخر قطعة، ودي كانت اخر قطعة، فلقيت ان هي شعرها قصير، واختي كانت جايبة واحدة شعرها طويل، بس مش مشكلة يعني، دي فرشة وخلاص. اهم حاجة ان هي صغيرة ومتاخدش مساحة، وبجد هي صغيرة مش قوي. انا اللي صغير غالبا. ماشي. وتاني واهم حاجة عندي برضو، دي حور كانت جايباها لي، بجد بجد بحبها جدا، دي مراية. بجد المرايات دي يا جماعة بجد لازم تستخدموها، حتى لو مش تستخدموها هي لازم تبقى معاكم. خلينا نبقى متفقين ان المراية بتاعت الموبايل او الكاميرا بتاعت الموبايل مش بتبين اي حاجة، فعشان كده بجد يعني ما تستخسريش وجيبيها، علشان بجد هي حلوة. بقرأ دلوقتي كتاب ذات القناع الأسود لأجاثا كريستي. أنا بجد يا جماعة بعشق حاجة اسمها كتب قديمة. عايزة أقول لكم أنا الكتاب ده، بصوا الثمن بتاعه، مش عارفة باين عندكم ولا لأ، بس هو الثمن بتاعه 20 قرش فقط. لا بجد، وإيه، وعدد خاص بجد. وهو هنا أجاثا كريستي بيعمل مؤلفاتها بالإنجليزية وحدها 350 مليون نسخة. أنا بجد بعشق روايات أجاثا كريستي وقصصها، والتأليف بتاعها بجد تحفة قوي. ذات القناع الأسود بجد، وفي واحدة اسمها الماسة السوداء برضو، ده كتاب بجد تحفة قوي بجد. ما كنتش متخيلة ان هي تنتهي كده. بس عامة انا بحب قوي القصص البوليسية للشباب او بقى للبنات بقى. ماشي. عندي النوت بوك بتاعتي هلو، انا بجد بحبها جدا، وجات لي من شخص انا بجد بحبه جدا. ماشي. ومعايا قلم برضو، علشان لو في اي حاجه غيرتها في يومي، لو في اي حاجه ميعاد مثلا، انا بنسى مواعيد قوي، بنسى لو حددنا ميعاد درس مثلا فبنساه، بنسى اي حاجه عامه، فبتبقى معايا علشان افضل اكتب فيها الحاجات بتاعتي. بس عامه هي ايه، لسه جديده، كان معايا واحده قبليها خلصتها، بس دي بقى لسه جديده، لسه هنشوف بقى نستخدمها في اللي انا بقوله ده، ولا هنستخدمها في حاجه تانية، ولا هنركنها زي باقي اخواتها، علشان انا بجد يا جماعه في حاجات معينه كده قوي بحبها. ماشي. المهم ان هي تبقى معايا. ماشي. عندي السماعه بتاعتي هي والشاحن، كنت عامله لهم كده بتاع لذوذ قوي. ماشي. وهو الشكل ده. بس انا للاسف السماعه دي كانت السماعه الاصليه للموبايل، بس هو حصل لها خدوشات، انا بجد مش فاهمه هي ايه، بس هي ستيل شغاله. انا عايزه اقول لكم ان هي وقعت مني قبل كده في الشارع. عايزه اقول لكم كمان ان هي بجد يعني هي بجد متعضعضه بجد، طلعان عينيها معايا، بس هي شغاله بجد، مش عارفه ازاي، بس هي اوكي شغاله، فخلاص لحد بقى لما نشوف هتكمل معانا ولا لا. عندي مناديل، هتقولوا دي مناديل تواليت، هقول لكم مناديل تواليت، علشان انا بجد ببقى عايزه اي حاجه اعملها كده وعلى طول وخلاص، علشان بجد المناديل التانية اللي بفضل افتحها واطلع ما بتكفيش حاجه وما بتعملش حاجه، فباخد مناديل تواليت اعمل كده خلاص، عشان بجد الحر والتلزيق اللي احنا بقينا فيه ده بجد صعب جدا بصراحه. عندي ايه تاني؟ عندي العود الملكي. هتقولوا لي يا حلا ده مزيل عرق، ازاي بتحطي مزيل عرق؟ انا بقول لكم يا جماعه احنا في الصيف، فاي تواليت بندخله احنا لازم نغسل الاندر ارم، وبعد كده نحط المزيل العرق. ماشي. علشان الريحه يا جماعه، يعني الصيف لازم تبقى ريحتنا كويسه نوعا ما، يعني مش هينفع نفضل عايشين كده مع بعض، مش هينفع الحوار ده، يعني ما يظبطش معانا. فاحنا كده معانا ايه؟ معانا حاجتين للريحه. عندنا عود الملكي. هتسألوني طب انتي ليه مش تستخدمي ستارفل، ليه مش تستخدمي الحاجات الجديدة اللي هم بيطلعوا ويقولوا عليها؟ بجد هقول لكم ان انا بجد بخاف اي حاجة تعمل اسمرار في الاندر ارم، فعلشان كده بستخدم الحاجات العادية. واهم اصلا من الاستخدام اللي انت تستخدميه، اهم حاجة ان اصلا المنطقة دي تكون نظيفة وجافة، وانك تحطيها، انك ما تحطيهاش على العرق، عشان كده الموضوع بجد هيسبب لك حاجات وحشة جدا. بس فدول الحاجات اللي انا بجد اساسيه، وكل يوم لازم انزل بيها حتى لو هتاخر، مش مشكله، بس بجد ريحتي ما تبقاش عارفه.
ادي دول كده حاجتين مهمين برضو. وبعد كده المبرد بتاعي، انا المبرد بتاعي ده بحبه جدا، بس هو برضو طلعان عينيه برضو يا جماعه. انا بجد في حاجات كتير جدا انا بحبها بس هو طلعان عينيه. ده كان المفروض فيه كفر علشان ما يعورش عامه، بس ضاع مني، فبقى مبرد غريب جدا، بس انا لسه بحبه، خصوصا ان هو لسه ستيل بيعمل ضوافر حلوه. انا مش عارفه هي باينه ولا لا، بس هو لسه بيعمل ضوافر حلو برضو. عندي بقى في الاخر عندي السبحه بتاعتي، لان انا مثلا في المواصلات ببقى مثلا في مكان منتظره فيه حاجه، فمبقاش عارفه اعمل ايه، وحقيقي بجد انا موبايلي بلا رصيد بلا اي حاجه، فبجد بحط السبحه بتاعتي بس. وعندنا وصلنا لاخر حاجه اخيره، وهي التوكه بتاعت الشعر. بجد التوكه دي، لا دي مش توكه الشعر، سوري يا جماعه، بس انا ساعات بستخدمها لشعري، بس هي اصلا ما تنفعش للشعر عشان هي بتفضل تتلزق فيه وكده، وكل مره بقول لا مش هستخدمها لشعري بستخدمها. هي المفروض انا حاجه بحطها في ايدي ماشي، بس عامه برضو بحطها في شعري علشان انا شايفه ان هي شكلها حلو على الشعر، بس مش مشكله هي حلوه على الاتنين. دي كل الحاجات اللي انا بحطها في الشنطه بتاعتي، وزي ما قلت لكم انا بغير من شنطه لشنطه، فمش هي دي الشنطه الاساسيه بالنسبه لي. لبعض الناس في بجد ناس لا هم ثابتين على شنطه معينه وبجد بيعشقوها وبيحبوها، فانا لا، انا بحب اغير الشنط بتاعتي على حسب الاوتفيت اللي انا هنزل بيه. وبجد ده نهايه الفيديو، انتظروا مني فيديوهات جايه كتير، ومتنسوش اللايك والدعم والاشتراك في القناة والكومنت الجميل، ومستنية تقولولي رأيكم في الفيديو كله. بس باي باي.